سلام البنات، كنتمنى تكونوا بألف صحة وعافية. اليوم غادي نشارك معكم حتى أنا الخبز اللي داير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. الخبز السهل السريع، الخبز السائل اللي كتوجديه بطريقة بسيطة وسهل، ما كياخدش منك بزاف ديال الوقت. كيف ما كتشوفوا درت زلافة ديال الفورس وزلافة ديال الفينو، شويه د الملحه، شويه ديال السكر، اللي كيبغي يديرها، اللي ما كيبغيش يستغنى عليه. وكذلك الخميره الفوريه. كاين اللي كيبغي يدير العسل، كاين اللي ما كيستغنى على هذا الشيء نهائيا. انا كندير السكر غير شويه هكذا، وكنجمع العجين ديالي بالماء. غير هو العجين خصو يكون خفيف خفيف مطلوق، يعني كتكون واحد العجينه اللي هي سائله. كتبقاو تخدموا بحال هكا وانتم كتزيدوا الماء، وانتم كتجمعوا العجينه، وانتم كتزيدوا الماء حتى كتحصلوا في الاخير على واحد العجينه اللي خفيفه خفيفه بزاف. ها نتوما كتشوفوا كيفاش كنخفف العجينه لواحد الدرجه، يعني كنزيد نخففها مزيان. هاد الخبزه البنات راه كيجي غزال غزال، يعني مشكوره الاخت اللي بارطاجات الفيديو. صراحه الله ما بقيتش عاقله على الاسم ديالها، ولكن جربناه صراحه الله جا رائع. راه ما كياخدش منك مجهود، ما كياخدش منك وقت، يعني حتى الوقت اللي غادي يبقى الخبز كيخمر وعاد كيتقرص وعاد شنو سميتو كتشعلي الفران وطرحيه، لا. هاد الخبز دغيا دغيا كيوجد ساعه المكانه، كيكون الخبز ديالك واجد. ما كاملاش ساعه، ما كاملاش نهائيا ساعه ديال المكانه، كيكون الخبز ديالك واجد. هانتوما كتشوفوا من بعد ما درت العجينه بهاد الطريقه جاريه، خليتها هكذاك مرخوفه، كتغطيها بحال هكذا وكتخليها راه كتخمر في 5 دقائق. هاد الخبز كيخمر. هانتوما يلا، على ما مشيت جمعت الكوزينه، غسلت يدي، شفت شنو غادي ندير، رجعت لقيت العجينه نتوما تبارك الله ما شاء الله خمرات وطلعات. صافي كنشعل الفران ديالي وكندوز كنديغازي هاد العجينه بحال هكذا. صراحة الله هذا هو الخبز اللي غيولي معتمد عندي، لأنه سهل. وبحال هكا الأمهات اللي وليداتهم كيقراو كيديوهم كيجيبوهم، أولا النساء اللي كيكونوا خدامين وداك الشيء، يعني خبز اللي هو ساهل ساهل وبسيط. صافي غادي نغسل يدي وغادي ندوز غناخد اللاطه. يمكن لكم دهنوها غير بالزيت، يمكن لكم دهنوها بالزبده، يمكن لكم ديروا لها ورق الزبده. انا غادي ناخد هاد اللاطه هكا كبيره، يعني خبز اللي كيوجد في دفعه واحده. ما تصوروش زعما هاد الخبز شحال تهنينا منين درنا الطريقه ديالو. صافي كندهن بحال هكذا بالزبده، وكترشوا بشويه ديال الفينو اولا بالسميده. والفران راه كيسخن. بحال هكذا بهاد الطريقه، وغادي ندوز غادي نفرغ العجين ديالي. هانتوما شوفوا العجينه كيفاش دايره. غادي نفرغ الكميه اللي عندي كلها. راه تبارك الله ما شاء الله هاد الخبزه هادي يعني راها كتكفي العائله كامله. غندوز نغسل يدي وغادي ندير شويه ديال الماء، لان السر في التكراس ديال هاد العجينه كنقرصوه بحال هكذا بالماء. يعني كتبقاي تفزقي يديك وانتي كتقرصي، كتفزقي يديك وانتي كتقرصيها بحال هكا بهاد الطريقه، كتوزعيها على اللاطه.
أي لاطة عندكم سواء مربعة ولا مقلة ثقيلة ولا يعني اللي متواجد عندكم. صافي كتبقاي كتفزقي يديك بالما وكدوزي تقرصي الخبزة ديالك. كما قلت لكم في هذه الأثناء راه الفران شاعل كيسخن، يعني اون فوا كنسالي تقراص ديال الخبزة كنديرو يطيب من التحت ومن الفوق دفعة واحدة، يعني واحد الخبز كيجي لذيذ لذيذ غزال شاهي زوين وما فيش لا تمارة لا ما كياخد وقت ما حتى شي حاجة. جربوها البنات غادي يولي معتمد عندكم. كنرجع نقولها الوصفة ماشي ديالي، خديتها من عند واحد الأخت في واحد الموقع من مواقع التواصل، وقلت شتا كدير الطريقة ولقيت بزاف ديال الناس متفاعلين معاها وقلت علاش لا ما نجربوش. والصراحة الله جربته وصدق غزال رائع. شوفوا الخبزة تبارك الله ما شاء الله كي كتجي، عاد انا راني حمرتها من التحت، يعني كل وحده على حسب الفران ديالها. وصافي كيجي ما كيجيش منفوخ بزاف، ما كيجيش طالع عامر بالبابا، يعني كيجي مفشفش مهوي وكيجي زوين. نتمنى انكم تجربوه تردوا عليا في التعاليق ديالكم. ما تدعموش ما تنساوش عفوا ما تنساوش تدعموا الفيديو باللايكات ديالكم، تعاليق زوينه. واللي ما مشتركش معنا يشترك في القناه، يفعل زر الجرس هكذا باش يتوصل بكل ما هو جديد. دمتم في رعايه الله والى فيديو قادم باذن الله.